بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل لقاء مع كابتن حسام من فريق جراند، صاحب أكاديمية جراند. ازيك يا كابتن؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. ممكن تحكي لنا تفاصيل عن رحلتك في دبي وايه اللي حصل وكده؟ والله احنا في أكاديمية جراند برو بنسعى ان احنا نعمل توأمة مع احد الاندية في الامارات برضو. في نفس الوقت احنا بدأنا اجراءات انشاء الفرع الثاني لينا في ابو ظبي باذن الله. طيب ممكن تقول لنا احسن لعيبة عندك؟ انا عندي لعيبه هم كلهم عشان محدش يمسك في رقبتي، لكن من ابرزهم طبعا فريده ديفيد، في يمنى الحارس، في نور، جنى. انا مش عايز انسى حد فيهم، هم كلهم، آية، سلمى، مش عايز انسى حد، انجي، رزان، في كتير كويسين عشان ما انساش حد فيهم. وانا فعلا فخور بفريق البنات اللي موجود عندي. كلمنا الأكاديمية بدأت ازاي معاك وكده؟ احنا ابتدينا من 4 سنين، كان تحت اسم تورنيدو. بعد كده ربنا وفقنا السنة اللي فاتت ان احنا عملنا عقد مع نادي جراند برو في بلغاريا. عملنا توأمة ان احنا نبقى تحت الاسم بتاعهم، وفي نفس الوقت برضو يبقى لينا الأولوية ان احنا المميزين عندنا سواء أولاد أو بنات نقدر ان احنا نسهل لهم الطريق ان هم يطلعوا أوروبا عن طريق النادي هناك. انتوا السنة دي اشتركتوا في دوري ميني فوتبول، فاتكوا بايه؟ والله احنا كأكاديمية ما كانش متاح لينا في الأول زي الأندية اللي احنا نلعب دوري براعم وناشئين. فدوري الميني فوتبول بالنسبة لنا كانت فرصة كويسة ان احنا البنات والولاد يكتسبوا الخبرة بتاعة الماتشات والاحتكاكات وكده، وهي فعلا كانت خطوة موفقة مننا ان احنا دخلنا دوري الميني فوتبول السنة دي، لأنها فادتنا جدا على المستوى النفسي والشخصي غير البدني مع البنات. ان هي مسابقة رسمية تحت مظلة اتحاد محترم زي اتحاد الميني فوتبول، ورئيس منطقه زي طبعا زي اللي هو طارق اللي هو مخليه الميني فوتبول في اسكندريه هنا بقى ليه اسم، والانديه كلها بتسعى اللي هي تشارك فيه. الشكر لحضرتك. العفو.